هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي ومستمعات صوت المنتدى الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا اليوم 31 من ديسمبر وآخر يوم في 2014 أقدم معكم هذه الساعة وزميلتي آمال علي. مرحبا آمال. أهلا، مساء الخير صلاح، ومساء الخير أعزائنا المستمعين مرة تانية في آخر ساعة من صوت المنتدى. جميل. نقدم هذه الساعة بشكل ثنائي لأننا نريد أن نستعرض أهم المحطات اللي توقفنا خلالها وغطيناها، أهم الأحداث الإريترية في الداخل والخارج. نعم، طبعا صلاح، يعني حيمر دلوقتي عام على بدء صوت المنتدى متزامنا مع نهاية العام الجديد، وإن شاء الله يعني خلال هذه الساعة نمر مرورا سريعا على أهم ما قدمناه في هذه الإذاعة، ونتذكر معا اللحظات المهمة مع المستمع الكريم إن شاء الله. نعم. حقيقة بدأنا في يوم تاريخي البث في 21 يناير. نعم. اللي صادف عملية فورتو المجيدة، ويبقى الآن أقل من شهر حتى نكتمل عامنا يعني. وكثير طبعا من التحديات واجهتنا وكثير من العوائق، ولكن هو كان قدرنا كإريتريين أن نبدأ النضال من جديد. بالتأكيد صلاح، يعني للأسف يعني نحن شعب كتب علينا مجددا أن نكون شعب لاجئ مرة أخرى بعد أن استعاد يعني كرامته وحريته واستقلاله بدماء آلاف الشهداء، وأقام دولة يعني مستقلة يعني أعلنها أمام العالم. ولكن من جديد نتيجة لهذا النظام الحاكم الموجود في أسمرة، هو شعبنا من جديد يعني يناضل من أجل حريته ومن أجل كرامته ومن أجل أن يعيش في أرضه معززا مكرما، بعيدا عن الاعتقالات وبعيدا عن القتل والتعذيب والتشريد. صلاح صحيح. أنا سأذهب إلى غرفة الأخبار لتقديم الأخبار لمستمعين الأكارم. نعم. ونعود إليكم، أبقوا معنا. صوت المنتدى. نشرة الأخبار وفي مقدمتها أبرز العناوين.
استمرار توتر الأوضاع بمعسكر الشقراب للاجئين الإريتريين، إطلاق نار عشوائي على محتجزين قصر في سجن مايتشهوت. تفاصيل النشرة. في تطور خطير للأحداث التي يشهدها معسكر الشقراب، حاولت مجموعة من أهالي المنطقة اقتحام المعسكر، مما أدخل الرعب والهلع بين أوساط اللاجئين الذين احتموا بالقوى الأمنية السودانية التي منعت المجموعة المذكورة من دخوله. وتزامنت هذه التطورات مع زيارة يقوم بها وفد يتكون من 3 أشخاص من المفوضية السامية للاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة. كما شوهدت مجموعات من عصابات الرشايدة الإجرامية وهي تراقب الموقف بسياراتها ذات الدفع الرباعي لاستغلال أي فرصة سانحة للانقضاض على اللاجئين واختطافهم. ولم تتحرك القوى الأمنية السودانية قيد أنملة كعادتها لردع هذه العصابات، بل آثرت الانزواء في سكناتها بدلا من مطاردتها. وذكرت مصادر إذاعة صوت المنتدى بداخل المعسكر أن عصابات الرشايدة لا تزال تحيط بالمعسكر من كل الجهات، مسلحة بمختلف أنواع الأسلحة النارية والأدوات الحادة كالسيوف والسكاكين والهروات، وتحاول اقتحام المعسكر عبر 37 سيارة محملة بأعداد كبيرة من أفراد قبيلة الرشايدة. وحسب مصادرنا فإنهم حاولوا اقتحام بوابة المعسكر، ولكنهم انسحبوا بعد مفاوضات مع مسؤولي المعسكر التابعين للقوى الأمنية السودانية. ولم يتسنى للمصادر معرفة تفاصيل هذه المفاوضات وما اتفقوا عليه، إلا أنها ترجح أن يكون الاتفاق قد تم على إرجاء الاقتحام لحين مغادرة وفد الأمم المتحدة المعسكر، وذلك لتبديد الشكوك التي تحوم حول نزاهة هذه القوى والاتهامات الموجهة لمسؤوليها حول تعاونهم مع هذه العصابات الإجرامية. وعلى الرغم من أن عصابات الرشايدة حاولت أن تظهر من خلال الشعارات التي حملتها كأنها تقوم بمظاهرة سلمية، إلا أن الأسلحة والأدوات الحادة التي كانت تحملها كانت تؤكد رغبتها الشديدة في افتعال العنف وترعيب اللاجئين العزل والتنكيل بهم. وذكرت مصادرنا أن وفد المفوضية العليا للاجئين بدأ على الفور في إجراء تحقيقاته حول الانتهاكات التي ظل يتعرض لها لاجئو المعسكر منذ فترة طويلة من قبل عصابات الإتجار بالبشر المرتبطة بشكل محوري بمجموعات إجرامية تنتمي لقبيلة الرشايدة والمتعاونين معها من الإريتريين وبعض مسؤولي الأجهزة الأمنية السودانية. لذا ينتاب اللاجئون القلق الشديد من ردود فعل هذه الجهات من نتائج التحقيقات التي قد تؤكد ضلوعها في هذه الانتهاكات. وضمن هذا الإطار تأتي مظاهرة الرشايدة التي تهدف في المقام الأول عرقلة التحقيقات والتأثير عليها من خلال إظهار أنهم أيضا متضررون من وجود هؤلاء اللاجئين. وناشدت مصادرنا اللاجئين على توخي الحذر والحيطة في تنقلاتهم وتحركاتهم تجنبا للأعمال الانتقامية التي تعقب هذه التحقيقات، خاصة بعد ورود أنباء عن عثور قنبلة يدوية بداخل المعسكر التي يعتقد أنها مدسوسة من قبل العصابات الإجرامية لتشويه صورة اللاجئين والتأثير على سير التحقيقات المذكورة. وبدورنا في إذاعة المنتدى نناشد كل الجهات الإنسانية والحقوقية الأممية منها والإقليمية على توفير كل الوسائل لحماية اللاجئين الإريتريين وصيانة حقوقهم التي تكفلها كل المواثيق الدولية الإنسانية منها والحقوقية. يذكر أن الأحداث المؤسفة التي اندلعت في المعسكر يوم الأربعاء الماضي بدأت عقب توارد أنباء تفيد بغرق أكثر من 13 من أصل 20 إريتريا كانوا على متن قارب بنهر عطبرة القريب من المعسكر، نتيجة لمهاجمة عصابات الرشايدة القارب في محاولة لخطف اللاجئين، مما أدى إلى انتفاض سكان المعسكر للدفاع عن إخوانهم وأنفسهم من هذه العصابات الإجرامية. هذا ويبلغ تعداد قاطني معسكر الشقراب حوالي 120,000 يتوزعون في 3 معسكرات بالمنطقة. وتظهر آخر الإحصائيات الأممية باستقباله حوالي 1000 لاجئ إريتري شهريا في السنوات الأخيرة الماضية. أفادت مصادر إذاعة المنتدى من أسمرة بأن جثمان شاب يدعى بلال بصيري والبالغ من العمر 17 عام من حي مادشتو قد شيع يوم الجمعة 19 من ديسمبر بعد إصابته برصاصة قاتلة داخل سجن مايتشهوت
بأسمرة. وتأتي الحادثة التي قتل خلالها عدد من الشبان لم يتسنى لمصادرنا التعرف على أسمائهم بعد أن حاول ما يقارب 50 من القُصّر الذين تم وضعهم في زنزانة بسجن حي ماجهوت الفرار من المعتقل الذي كانوا محتجزين داخله بتهمة محاولة التهرب من الخدمة الوطنية. ويذكر أن 18 إريتريا كانوا يحاولون الفرار إلى إثيوبيا في نهاية شهر أغسطس الماضي، قتل 10 منهم برصاص حرس الحدود الإريتري، ونجا 3 منهم ليبقى مصير ال5 مجهولا. هذا وتشير تقارير المنظمات الدولية بأن سياسة إطلاق النار الحي بقصد القتل ظل النظام الحاكم في إريتريا يمارسها لمنع أولئك الذين يحاولون الفرار من البلاد، وأن مئات من الشبان الإريتريين قتلوا على يد حرس الحدود الإريتري في العامين الماضيين وحدهما. وعلى صعيد آخر، قامت سلطات أمن النظام الحاكم في مساء 27 من ديسمبر بحملة دهم مباغتة في ضواحي أحياء أخريا وغدايف بالعاصمة أسمرة بهدف عسكرة المجتمع بكل فئاته. هذا وتفيد مصادرنا بأن المداهمات جرت هذه المرة بأساليب أكثر تمويها وتماثلا مع البيئة، حيث استخدمت السلطات السيارات التي تحمل الأرقام المدنية، وارتدى الأفراد المنفذون للعملية ملابس مدنية، حيث تمكنوا من تجميع أعداد كبيرة من المواطنين واحتجازهم بمعسكر جيش تابع للأسلحة الثقيلة ويقع على أطراف قرية سرجقة بضواحي العاصمة أسمرة. نهاية النشر. عودة مرة أخرى إليكم مستمعينا الأكارم، وكما استمعتم في نشرة الأخبار كلها كانت أخبار مؤلمة، حوادث الشقراب التي استحوذت اهتمام الصحافة العالمية والإقليمية بشكل عام، وأخبار القتل في السجون. آمال، كل أخبارنا تقريبا هكذا يعني. نعم للأسف صلاح، وخاصة في الفترة الأخيرة كما رصدنا من خلال برامجنا وفقراتنا التي نقدمها باستمرار، دائما الأخبار التي تأتي من أرض الوطن مربوطة بهجرة الشباب، بمحاولات اللجوء والهرب، وتعرضهم للكثير من المخاطر، يعني أقلها يعني الوقوع أسرى في أيدي عصابات الإتجار بالبشر، غير التعذيب صلاح، وغير السجن الغير مبرر من قبل سلطات الأمن السودانية، لأنهم يعني في السودان
السودان مثلا كمثال، لأنهم لا يمتلكون بطاقات يعني تسمح لهم بالتجول في السودان. وآخرها كما شاهدنا يعني حادثة مؤلمة في الشقراب، يعني غرق الكثيرين واصطدامات مع الأهالي ومحاولات إساءة للكثير منهم. ويعني للأسف حتى المجتمع الدولي عندما تنادي عليه يعني ردود الفعل بطيئة جدا. السلطات صحيح. السودانية تجاوبها جدا جدا بطيء إن لم يكن معدوما صلاح. فللأسف هذه هي أخبار الوطن دائما، إضافة إلى ما يحدث في معسكرات اللجوء في إثيوبيا، ما يتعرض له شبابنا في ليبيا، في مصر، حتى عندما يصلون إلى أوروبا وبلدان المهجر. معاناة لا نهاية لها صلاح، وقد رصدناها عبر برامجنا وعبر تقاريرنا التي تصل إلينا من الداخل ومن معسكرات اللجوء عموما صلاح. صحيح صحيح، وخاصة الأخبار الأخيرة التي كانت يعني أخذت حيز كبير من الأخبار في وكالات الأنباء. مأساة اللاجئين في الشقراب طبعا هي ليست الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما هذه العصابات المنفلتة أو المتفلتة من عصابات الرشيدة تمرح وتسرح في شرق السودان دون رادع يعني من السلطات السودانية الأمنية. وبل هناك تقارير تفيد بأن السلطات الأمنية أو الشرطة أو أيا كانت إحدى أجهزة الأمن بشكل عام كانت متواطئة معها فيما حدث للاجئين ولمواطنين في معسكر شقراب. وهذه العصابات طبعا يعني تربت وتدربت على السلاح في أحضان هذا النظام القائم في إريتريا. نعم، فدربها في ذلك الوقت حتى تكون شوكة في خاصرة شرق السودان أو في السودان بشكل عام. ونستغرب جدا جدا بينما الصحافة حتى صحيفة جابان تايم وهي في أقصى مشارق الأرض تناولت هذا الحدث، والنظام أو وسائل الإعلام والأبواق التي تروج للإعلام وتسوق له وتلمع وجهه لم تتطرق لهذه الحادثة. نعم للأسف صلاح، يعني دائما ردود الأفعال كما قلنا بطيئة ومتأخرة وأحيانا غير فعالة. فنحن من هنا نناشد يعني كل قوى المجتمع المدني في السودان يعني أن يعملوا جهدهم في يعني التعامل مع هذه القضايا الإنسانية بالدرجة الأولى، والتي هي قضايا حقوق إنسان، يعني سواء كان إريتري أو غير إريتري، في النهاية هذا إنسان ويتعرض لانتهاكات يعني فاضحة في وسط بلد ذو سيادة كما يقال. فنتمنى أن يكون هناك تجاوب أكبر وتغطية أكبر وإيقاف لهذه العمليات البشعة في حق اللاجئ الإريتري. نعم، نعود إلى بداياتنا وكيف أننا كنا نتلقى تقارير من مصادرنا في الداخل، وهذه مناسبة أن نشكر جهودهم ومتابعاتهم وسهرهم لتتبع أخبار النظام، ما يدور في كواليس النظام. فبدأنا لو تذكرين بالخدمة الوطنية عبودية، وثم تطرقنا إلى أراضي لها أصحاب وأراضي ليس لها أصحاب. تطرقنا لأشياء كثيرة، وبهذه المناسبة أجدد وأعيد الشكر لمصادرنا التي تتبعت حتى رأس النظام في جولاته الخارجية، وكنا قد قدمنا لمستمعينا ما دار وراء الكواليس في زيارته لقطر في الدوحة وفي زيارته للقاهرة، وكثير من الأمور التي قطيناها أمل. نعم صلاح بالتأكيد، يعني ونحن على مشارف عام جديد، وبعد أن قدمنا عام من الخدمة الإعلامية عبر صوت المنتدى، لا ندعي أننا يعني كنا كاملين أو حتى اقتربنا يعني من وسط الكمال كما يقال، ولكن حاولنا قدر الإمكان أن نكون قريبين من أهالينا في الداخل، من شعبنا، من مأساته. كما قلت يعني كانت هناك وما زالت مصادر رائعة جدا، شباب يعني يخاطر بحياته من أجل أن ينقل المعلومة ويكشف انتهاكات النظام وممارساته الظالمة، ويزودنا بالحقائق، بالأرقام، بالأسماء حتى يعني صحيح. حتى صلاح لم نستطع أحيانا كثيرة الكشف عن أسماء محددة، يعني حفظا على يعني الحياء العام كما يقال في بعض الأحيان، وأحيانا حرصا على مصادرنا من أي أذى. رغم أن صلاح إذا يذكر مستمع الكريم، حاول النظام في الفترة الأخيرة الأسبوعين الماضيين بالتحديد
يعني أن يعني يحدد مصادرنا في الداخل، وألقى القبض على مجموعة من الناس هم لا علاقة لهم للأسف مع الإذاعة. فيعني هذا يدل على قوة يعني المعلومة التي حاول النظام أن يحجبها عن شعبنا لسنوات وسنوات. يعني هناك لا يوجد إنترنت، وإن وجدت هي مراقبة، لا يسمح، ليس هناك مصادر يعني تفيد الشعب وهكذا، ولكن هذه الإذاعات استطاعت أن تخترق، وهذا يدل على إرادة الشعب، والشعب يستمع إلينا كما نعلم وكما تصلنا المعلومات. ونشكر جزيل الشكر شعبنا على يعني دعمه لنا باستماعه المستمر وبإيصاله لآرائه حول إذاعتنا وغيرها، وإذاعات أخرى موجودة أيضا نهنئها أيضا بنهاية العام 2014 وقدوم عام جديد. فبالفعل يعني استطعنا أن نكون موجودون وأن نكون بجانب شعبنا، وهذه مفخرة وسنستمر عليها يا صلاح مع زملائنا في الإذاعة في كل أقسامها. نعم. بهذه المناسبة أيضا نحن ننقل تهاني فريقنا الإذاعي أو على رأسه الأستاذ أحمد القيسي والزميل يوسف بوليسي والزميل موداي والزميل محمد علي موسى. وبالفعل كما قلت يعني لا شيء طبعا يزعج الطقات أكثر من خروج الحقيقة عن مطاميرها، فما دام هناك يعني صوت لهذا الشعب فستظل الحقيقة إن شاء الله كالشمس ساطعة في إريتريا. سنذهب إلى قراءة للزميل يوسف بوليسي عن علاقة النظامين في أسمرة والخرطوم. فابقوا معنا. صوت المنتدى. الظلم، القمع والتسلط محتوى علاقة نظامين. تطورات الأحداث في معسكر الشقراب للاجئين في الأيام القليلة الماضية، والتي شهدت مقتل وجرح العديد من اللاجئين الإريتريين الذين يعانون من سندان عصابات الاتجار بالبشر ومطرقة الأجهزة الأمنية السودانية التي يتهم بعض قادتها بالضلوع في هذه الجريمة اللا إنسانية والشنيعة. هذه التطورات أعادت إلى الأذهان العلاقة الغريبة بين النظامين القمعيين في أسمرة والخرطوم ومعاناة اللاجئين الإريتريين المزدوجة منهما. فالنظامان لا أخلاق لهما، ويتبعان سياسة الغاية تبرر الوسيلة، ويتفقان في التفنن لقمع شعبيهما دون أي وازع أخلاقي. الإنقاذ حولت السودان الشقيق إلى كتلة ملتهبة لا تكاد تخمد في أحد مناطقه حركة مقاومة ما إلا وتصهر في منطقة أخرى، واستشرى فيه الفساد بكل أنواعه، وأصبح السودان العديل والزين طاردا لأبنائه الشرفاء نتيجة للسياسات التخريبية التي يتبعها هذا النظام وإدارته المدمرة للإنسان والموارد على حد سواء. أصبح السودان سلة غذاء العالم، مكانا للجوعى والقهر الاقتصادي والمعيشي. باختصار، تحول السودان في أحدى الإنقاذ إلى دولة تحكمها عصابات تنهش في جسده وتعمل على تقطيع مفاصله في سبيل سيادة الفكر التجهيلي وإشباع بطون أتباعه. في المقابل، مارس نظام السياسة فورقي القمع والتنكيل ضد شعبنا، وشل تطوره وأعاده إلى العصور الوسطى، ليس بتكميم أفواهه فحسب، وإنما بتجويعه وتحويل البلاد بأسرها إلى سجن كبير لا يسمح فيه بالحركة إلا بأوامر المتسلط إسياس أفورقي. فأصبحت إريتريا من دولة ذات مستقبل واعد ومشرق إلى دولة معزولة وفقيرة سياسيا، اقتصاديا وتكنولوجيا، حيث كل الحقوق منتهكة والفقر يستشري كالسرطان بين تفاصيل الحياة
وبلاد صارت لا علاقة لها بما يجري خارج الجدران. حقيقة قد أربكت العلاقة المريبة بين النظامين في إريتريا والسودان في البداية الكثير من المراقبين، وذلك للخلفية العقائدية المختلفة بينهما، فضلا عن اختلاف الخلفية التاريخية التي ترعرعت فيها أفكارهما، إلا أنهم سريعا ما فطنوا إلى مفاصل هذه العلاقة التي بلغت في بعض المراحل درجة تحالف، حيث أدركوا أن أهم عناصرها هي الظلم، القمع والتسلط. وهذه العلاقة ليست وليدة اليوم، بل ظهرت أول ما ظهرت للعلن في منتصف ثمانينات القرن الماضي، عقب انتفاضة أبريل التي أطاحت بنظام جعفر النميري الدكتاتوري عام 1985، وخروج الجبهة الإسلامية القومية أكثر قوة ومناعة بعد أن نخرت في جسم الدولة السودانية واستولت على كل مقدرات الشعب السوداني إبان تحالفها مع النميري. أثناء حكم الديمقراطية الثالثة تطورت العلاقة الشخصية بين زعيمي الجبهتين، الإسلامية في السودان واليسارية بين قوسين في إريتريا الثورة. وحينها تساءل الصحفي السوداني الراحل سيد أحمد خليفة بمقال شهير لا زال عالقا في أذهان المتابعين لتطور العلاقة بين الطرفين، عنونه قائلا: هل أسلم أسياس أم كفر الترابي؟ وذلك عقب توقيع الطرفين على وثيقة تفاهم في داخل الأراضي الإريترية المحررة، أي قبل التحرير بسنوات. وعلى الرغم من أن هذه العلاقة شهدت تقلبات حسب الظروف الداخلية والجيوسياسية، إلا أنهما ما أفرطا في العقد، خاصة بعد انشقاق الأب الروحي لحركة الأخوان في السودان وصاحب المشروع الحضاري الدكتور حسن الترابي. فنظام الإنقاذ للبشير تذبذبت علاقاته مع نظام الهيجدة في إسياس حسب الضغوط الداخلية منها والخارجية، بينما حاول النظام في إريتريا لعب أدوار بالإنابة عن جهات خارجية تهدف إلى إسقاط النظام في الخرطوم. وبين هذا وذاك كان المتضرر الأكبر الشعبين الشقيقين في البلدين الجارين. وحول هذا الصدد كتب الأستاذ عمر جابر الذي رحل عن حياتنا قبل أيام قليلة بعد أن قضى جل عمره خدمة النضال من أجل تخليص شعبه من الاستعمار الإثيوبي والنظام القمعي الأسياسيوي، نقول: كتب مقالات متتالية نقتبس فيما يلي ما جاء في إحداها. يقول الأستاذ عمر جابر: منذ البداية كان النظامان على طرفي النقيض فكرا ونهجا ورسالة. نظام الإنقاذ كان يعتقد بأن قيادة الدولة الإريترية الوليدة عام 1993 ليس لها تجربة ولا قدرة على فهم المعادلات السياسية في المنطقة، لذا فإن تقديم الدعم لها وإغرائها بتوفير احتياجاتها الاقتصادية والأمنية يمكن أن يؤدي إلى احتوائها أو تحييدها، وإذا لزم الأمر تهميشها. كان النظام يراهن على الكم الإسلامي في إريتريا وإثيوبيا والصومال، وبالتالي فإن العلاقات الفوقية مع الأنظمة ما كانت إلا غطاء لتسهيل الحركة والوصول إلى تلك المواقع والاتصال بذلك الاحتياطي البشري الاستراتيجي. كان نظام الإنقاذ يحاول أن يقدم نموذجا للدولة الإسلامية الحديثة ويبشر بمبادئها وينشر ملامحها. كانت تلك قراءة خاطئة للخارطة الاجتماعية والثقافية والسياسية للمنطقة، وجهلا فاضحا بتركيبة وتوجهات الجبهة الشعبية. لو كانت الجبهة الشعبية تقبل بمبادرة الترابي لكانت بدأت من داخل الوطن، رفضت مئات الخريجين المسلمين ودفعتهم للهجرة إلى السودان، وسنرى ما حدث نتيجة لذلك لتلك الأخطاء. بالمقابل نظام الجبهة الشعبية في أسمرة كان يعرف تماما مخطط ونوايا نظام الإنقاذ،
ولكنه سار معه وسايره لتأمين حماية مؤقتة ضد المعارضة الإريترية حتى يكمل ترتيبات بيته داخليا ويبدأ بدوره نشر رسالته. لذا بمجرد الانتهاء من المهمة الداخلية التحق بالركب الأمريكي وتحالف مع إثيوبيا وأوغندا والآخرين ضد النظام السوداني. ما كان يجمع بين النظامين هو طبيعتهما: احتكار السلطة والثروة وفرض ديكتاتورية الحزب الواحد وممارسة الطمع ضد المعارضين. وعندما انكشف المستور وعرف كل طرف أن الطرف الآخر أدرك أبعاد اللعبة بدأ الصدام والتناحر، وأخذ كل منهما يصرح بأن أيام الطرف الآخر أصبحت معدودة. وفي ذلك الصراع استخدمت كل الأسلحة المشروعة منها وغير المشروعة، وكانت الورقة الرابحة لدى كل طرف معارض في كلا البلدين، وفشل كل منهما في تحقيق أهدافه لأسباب كثيرة. ولكن الأهم تغيرت خارطة العلاقات واستراتيجية الدول الكبرى، وأصبحت إثيوبيا هي الابن المدلل في المنطقة والممسكة بخيوط بقاء أو زوال النظام. شعر النظام الإريتري أن الخطر عليه يأتي من الجنوب وليس من الشرق، فكان أن فجر حرب بادمة. في السودان انقسمت جبهة الإنقاذ إلى فريقين: فريق يتزعمه الأب الروحي والموجه السياسي لها دكتور الترابي، وهو عراب التحالف مع نظام الجبهة الشعبية وواضع أسسه، وفريق يتزعمه رئيس الجمهورية عمر البشير وبعض تلامذة الترابي العاصيين. ولكن ماذا حدث بعد تبدل المواقف وانقسام الإنقاذ؟ المؤتمر الوطني الحاكم تذبذبت علاقاته مع النظام الإريتري وفقا لظروفه الداخلية وضغوط القوى الخارجية، والنظام الإريتري بدوره يقترب ويبتعد مع النظام السوداني حسب الحصار والأزمات التي يمر بها، وكل منهما همه ودافعه هو تأمين حكمه وتثبيت سلطته، وليس تعايش الشعبين ومصلحتهما المشتركة. يتحالف النظامان إذن من أجل القمع والتسلط وتأمين الوجود. ولكن ما هي مظاهر ذلك التحالف وما هي آثاره؟ تظهر مظاهر هذا التحالف غير المغدس في الآتي: 1. يمنع تماما توجيه أي نقد إلى النظام الإريتري في وسائل الإعلام الرسمية السودانية، وذلك حجر على حقوق المواطنين السودانيين التي يقرها الدستور السوداني. 2. يمنع أي نشاط للمعارضة الإريترية حتى الأنشطة الإنسانية، حقوق إنسان وتأييد قرارات الأمم المتحدة. 3. إطلاق يد أجهزة الأمن الإريترية في الإقليم الشرقي لممارسة الخطف والتهديد والقتل حتى من معسكرات اللاجئين. 4. إعطاء ضوء أخضر لحكام ولايات الشرق لإقامة علاقات مباشرة مع المسؤولين الإريتريين واللقاء حتى مع رئيس الدولة الإريترية، وهو ما يلحظه المرء في الزيارات الغير المعلنة التي يقوم بها السياسي إلى كسلة، والتي لا يعلمها غالبا البشير أو معاونيه في الخرطوم. 5. ممارسة الضغوط على المواطنين الإريتريين في الإقليم الشرقي للالتزام بما سمي بالجاليات الإريترية بإشراف ضباط مخابرات إريتريين، وهي عبارة عن أفكار للمراقبة والمتابعة وجمع الأتاوات المالية. 6. تعاون أجهزة الأمن السوداني مع أجهزة الأمن الإريترية في إعادة الجنود الإريتريين الهاربين إلى السودان حسب القائمة التي تقدمها الحكومة الإريترية. وقد قال شهود عيان إن الجنود الإريتريين يقومون بضرب الهاربين الذين تسلمهم السلطات السودانية أمام الجنود السودانيين. 7. السماح لأجهزة استخبارات السياسة باستباحة الأراضي السودانية إلى درجة أن يصرح أحد ضباطها قائلا: السودان بلد بلا صاحب، ندخل كما نشاء ونخرج كما نشاء. الخلاصة: التحالفات بين الأنظمة أمر معروف ومشروع، وخاصة بين دول الجوار، ولكن هناك شروط وحدود وأهداف ومبادئ وسيادة وكبرياء وعزة. وفي كل خطوة باتجاه أي تحالف يجب اصطحاب طموحات ورغبات الشعوب التي يتم التحالف باسمها ومن أجلها.
هل هناك مصلحة للشعب السوداني في تحالف نظامه مع النظام الإريتري؟ الأمر المؤكد أن لا مصلحة على الإطلاق في هكذا تحالف للشعب الإريتري. ماذا يخشى النظام السوداني؟ قوة وتآمر النظام الإريتري؟ لقد استنفذ كل أوراقه ومؤامراته ولم يعد في جعبته شيء. أما القوة فهو قد سلم نصف البلاد في حرب بادمة واستسلم لشروط الخصم. كل الأراضي التي استولى عليها بالمفاجأة والخيانة عادها صاغرا ذليلا. همش كوريب، حنيش، أراضي جيبوتي. إنه نظام معزول ومكروه من العالم كله ومن شعبه. لا يمكن أن يكون هناك تعايش بين الشعب يتحرك وينتقل داخل بلده دون شروط أو قيود وبين آخر وراء القضبان والقيود. إذا كان النظام السوداني ديمقراطي كما يدعي، لماذا يخشى من رد فعل النظام الإريتري؟ إذا كانت ديمقراطيته حقيقية فإن لجوء المعارضة السودانية إلى نظام أسمرة ينصف مصداقية تلك الديمقراطية، ومنعه لنشاطات المعارضة الإريترية يؤكد أنه لا يؤمن بالديمقراطية منهجا وممارسة وحقا إنسانيا ثابتا. إن تحالف الهدف والإنقاذ ما هو إلا محاولة لتطبيع ما هو غير طبيعي بين نظامين لا يجمع بينهما إلا الجوار الجغرافي. ماذا نريد من النظام السوداني؟ أي نظام يحكم السودان؟ نريده ألا يتآمر على شعبنا ولا يساند ديكتاتور إريتريا ضد طموحاته وأهدافه. نريده أن يكون سندا للإيدوملوية وليس ساعدا للقمع والعنجهية. نريده ملاذا للهارب من الديكتاتورية وليس مفرخة لعصابات إجرامية. نريده مناصرا لحقوق شعبنا في الحرية والديمقراطية وليس سجانا للأحرار والديمقراطيين. الله يرحمك أستاذ عمر جابر، ولك المجد يا شعبي يا قاهر الظلام. صوت المنتدى. نعود إليكم مرة أخرى مستمعينا الأكارم، وقد استمعنا إلى الزميل يوسف بوليسي عن العلاقة بين نظامي الحكم في أسمرة والخرطوم. وهنا أريد أن أنوه بأن الحديث عن النظام في السودان وتعاونه مع النظام في إريتريا، نريد ونحب أن نؤكد بأن الشعب السوداني بريء مما يفعله نظامه، وأن الشعب السوداني شعب شقيق لا يفصلنا بيننا وبين السودان سوى حدود سياسية، لا بحر ولا جبال تفصلنا، فنحن شعب واحد. ويتألم الشعب السوداني لآلامنا ويفرح لأفراحنا. وبهذه المناسبة نحن في عشية عيد استقلال السودان في العام 1956 في الفاتح من يناير. بهذه المناسبة نهنئ الشعب السوداني العظيم بأعياد استقلاله، ونقول له نحن أيضا نحتفل باحتفالكم أيها الشعب السوداني بعيد الاستقلال. أمل. نعم صلاح، بالتأكيد يعني التحية موصولة للشعب السوداني الشقيق، وهو شعب عظيم وله وقفات تاريخية يعني بجانب نضالنا وثورتنا على مدى التاريخ، وبغض النظر عن الحكومات التي تتوالى على السودان، وبغض النظر عن يعني تأثيرات النظام السياسي على يعني على شعبنا وعلى اللاجئين الإريتريين خاصة في السودان، إلا أنه كما قلت يعني في النهاية السودان هو يعني الشعب أكثر منه حكومة. وأحب هنا يعني أيضا صلاح أن أشيد بجهود بعض الحقوقيين السودانيين الذين في الفترة الأخيرة بالتحديد يعني كان لهم وقفات مشرفة إلى جانب اللاجئين الإريتريين، وهناك الكثيرين أو هناك الكثيرون ممن يسعون إلى تقديم العون في هذا المجال. فتحية للشعب السوداني العظيم، شعب معطاء، شعب كريم، شعب مضياف، ونتمنى أيضا أن يزول عنه ضغوطات هذا النظام يعني الذي لا يستحقه الشعب السوداني بصراحة. نعم. فنتمنى له كل الخير والرخاء. نعم. والسلام. نهدي للشعب السوداني ولأنفسنا أيضا هذه الأغنية السودانية، ويليها زميلنا موداي سيتحدث أو يتناول اللجنة أو المفوضية التي شكلت من أجل التحقيق في جرائم حقوق الإنسان في إريتريا، وهي ستلي الأغنية إن شاء الله.
صلاح، قبل أن نذهب إلى موداي أيضا يعني أتمنى يعني أن تتيح لي فرصة أن أحيي زميلنا موداي وهو الذي يقدم لنا كلما أتاحت الفرصة فقرات مهمة بلغة التيغري، رغم الإمكانيات المحدودة لنا في الإذاعة، إلا أنه يعني كان يعني جد له إضافة مهمة جدا، ونتمنى أن تتواصل على يعني في السنة القادمة والسنوات القادمات. نتمنى ذلك.
مهد النور مهد الفن والعرفان أنت مهد النور مهد الفن والعرفان وستبقين ويبقى لك منا ما أدي دور حزب الديمقراطية تتكسوس لجنة تحقيق مجلس قران حيسامة تنسيت كرن منتدى قومات وطن كلنا كم من أمر يوم إريتريا عدنا الدنيا تتليل قبلها اللي تحروي عفش أسخ خارج إندي قبي بزح مدروم وطنو من دحت قولة جولها اللولاد إريتريا وفنتو هي ويرسة اللابقى لعاولا مسات عدنا شباباتهم مجتمع الدنيا من أبزح شعبا للجئ من عدوتها السامية هلا سبب اللي لجوء من عمل تحرير عند استبدا مثل شعب اللي تبأس واللي عند حلفة فجر مثل دول جيران سلام للحمرق تيل ماي نظام هيك دفتو من سبب بحب قانون اللي تتقيد حكومة حقوق شعب أقل تعقب وتأكبر تصبروت قرهنة ليتاتو من الشعبنا لتكريت بقوة سردات بسدف لتركب حقوق سردات حيث مثلنا اللي ما كم إشوال أكل الشومة تفتشو تقلق بأتو قال من نظام هيك دف بأمر لودا يوم أفعال أكي وداي ترأس حقوق ودمين آدم أقد سبب لجوء إريتريين كمتو أقل مجتمع الدنيا حبروت وغيناي كلهم حيزيت فتحت إريتريا وبسبب فنتوي رأيهم من إريتريا لفقروا إريتريين وبحيزي سنة إريتريا ولاد خارج منظمات مجتمع مدني دارسان وسم مقدرة قانون إعلاميين حركات شباب محبر أوالد أنس تنازيم ميرحة ديانات وبعدام التلق نسمة يوم لي قدرنا أولاد وطن بوضع وجهود صوتهم وصوت قبيلهم أقل مجلس قومات حقوق إنسان مجلس قران أقل اسمعوا قدروا باللي هي مجلس قومات حقوق إنسان مجلس قران يوليو كل 1010 كل لوذيو اجتماعه أقل إريتريا الشعب قبل لها لجرائم لتمرمر فنتيت شماقل لوضع إلا شماقل سكرتريان دأتيت أوضع حقوق ودمين آدم مرمرة أقلتي ده عند دقاقة متنا إتيت إجازة فيزة من سالت حكومة إريتريا من بليسج قطت حقوق صنحات ناي سياسة قرارت عند تبه منعتا لكن إلا شماقل إريتريا أقلتي تمني قدرت مثل خارج لها الأولاد إريتريا إتروبا لنبرو حيز يتفتح والدول جيران لها الأولاجين إريتريين اندقيست حبريحات أكتب هليت أسكازي الجبوت وإثيوبيا اندقيست لقاءات وادية هليتكم سلومات أوروبا السويسرا اليان جرمن مالتا أقل تركب اللاجين قابلت إلا شماقل الشهر مايو كل 2014 توديت اجتماع إريتريا حقوق ودمين آدم كمي سنة ليت أندي قبي التأكيد كم جيست أقل مجلس قومات حقوق إنسان مجلس قران حبرت باللي هي يوم 10/7 ورح يونيو اتقب اجتماع بقيادة الصومال لقربا وفرنسا تأييد لركبا من 3 نفر لتتكون يتحقق شماقل لك كونت اللي يتحقق شماقل لحدود اقل وقت حتى سنة اللي أنا يتحقق شماقل امبر عادل حكم السجن لهالو امبر قانون لقب إعدام كل من قبل قانون فاقر لقبالت فناتا أنواع تعذيب ما تعدى حريات ديانات فكرك أو رأيك متحاقاي منات كمراتك من متحرق قدبوت امبر مراتك أبقصب شغل أبقصب عسكروت مثل نهاية ألو خدمة وطن لخصص قارات وتحقيق أقلتي ده التل وقت ناين حيزيت فتح وقي ما أقلق بابو حقوقنا لسلبة
منادلينا مبرفرد لسجنا مشايخنا ومدرسينا اسكزا كانوا لأغوى شبابنا شبتهم منبر فايدة تتكدن من حرب اتحرب لأبتع بسببه أجنيتنا وشبابنا للجو بزحام حاونا لغطلا سبت اللي أقل إلا شماقله باري حبري اتحاونا وحواتنا واترحنا اتمسانيتنا مسنا على أفراد الجيش ولا الأمرهم ولا إريتريا الحصلة أقلنا بصح للدهرة واجبناته يوم نحنا أنا وأنت من ينتهاجي ما أنت أقول حقوق لهم السجن نبرفرد نبر الهلو ولا تقتلوا حاونا وأبونا أقل تهاجي يوم مثل شعبنا الانبطر التوكتو سبت اللي كله نعيش تقبع وعباي حبر لبو إن دقيق أبب أقل بصحان تفاغني كم صلوما من إريتريا أقل إلا شما قلت الإيميل COI@ohchr.org حبر أقل نبصح نقدر كل حبر للهيب بياناته مستير أقل تعقبته صوت المنتدى. نشرة الأخبار وفي مقدمتها أبرز العناوين: استمرار توتر الأوضاع بمعسكر الشقراب للاجئين الإريتريين، إطلاق نار عشوائي على محتجزين قصر في سجن مايتشهود. تفاصيل النشرة: في تطور خطير للأحداث التي يشهدها معسكر الشقراب، حاولت مجموعة من أهالي المنطقة اقتحام المعسكر، مما أدخل الرعب والهلع بين أوساط اللاجئين الذين احتموا بالقوى الأمنية السودانية التي منعت المجموعة المذكورة من دخوله. وتزامنت هذه التطورات مع زيارة يقوم بها وفد يتكون من 3 أشخاص من المفوضية السامية للاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة. كما شوهدت مجموعات من عصابات الرشايدة الإجرامية وهي تراقب الموقف بسياراتها ذات الدفع الرباعي لاستغلال أي فرصة سانحة للانقضاض على اللاجئين واختطافهم. ولم تتحرك القوى الأمنية السودانية قيد أنملة كعادتها لردع هذه العصابات، بل آثرت الانزواء في سكناتها بدلا من مطاردتها. وذكرت مصادر إذاعة صوت المنتدى بداخل المعسكر أن عصابات الرشايدة لا تزال تحيط بالمعسكر من كل الجهات، مسلحة بمختلف أنواع الأسلحة النارية والأدوات الحادة كالسيوف والسكاكين والهروات، وتحاول اقتحام المعسكر عبر 37 سيارة محملة بأعداد كبيرة من أفراد قبيلة الرشايدة. وحسب مصادرنا فإنهم حاولوا اقتحام بوابة المعسكر، ولكنهم انسحبوا بعد مفاوضات مع مسؤولي المعسكر التابعين للقوى الأمنية السودانية. ولم يتسنى للمصادر معرفة تفاصيل هذه المفاوضات وما اتفقوا عليه، إلا أنها ترجح أن يكون الاتفاق قد تم على إرجاء الاقتحام لحين مغادرة وفد الأمم المتحدة المعسكر، وذلك لتبديد الشكوك التي تحوم حول نزاهة هذه القوى والاتهامات الموجهة لمسؤوليها حول تعاونهم مع هذه العصابات الإجرامية. وعلى الرغم من أن عصابات الرشايدة حاولت أن تظهر من خلال الشعارات التي حملتها كأنها تقوم بمظاهرة سلمية، إلا أن الأسلحة والأدوات الحادة التي كانت تحملها كانت تؤكد رغبتها الشديدة في افتعال العنف وترعيب اللاجئين العزل والتنكيل بهم. وذكرت مصادرنا أن وفد المفوضية العليا للاجئين بدأ على الفور في إجراء تحقيقاته حول الانتهاكات التي ظل يتعرض لها لاجئو المعسكر منذ فترة طويلة من قبل عصابات الإتجار بالبشر المرتبطة بشكل محوري بمجموعات إجرامية تنتمي لقبيلة الرشايدة والمتعاونين معها من الإريتريين وبعض مسؤولي الأجهزة الأمنية السودانية. لذا ينتاب اللاجئون القلق الشديد من ردود فعل هذه الجهات من نتائج التحقيقات التي قد تؤكد ضلوعها في هذه الانتهاكات. وضمن هذا الإطار تأتي مظاهرة الرشايدة التي تهدف في المقام الأول عرقلة التحقيقات والتأثير عليها من خلال إظهار أنهم أيضا متضررون من وجود هؤلاء اللاجئين. وناشدت مصادرنا اللاجئين على توخي الحذر والحيطة في تنقلاتهم وتحركاتهم تجنبا للأعمال الانتقامية التي تعقب هذه التحقيقات،
خاصة بعد ورود أنباء عن عثور قنبلة يدوية بداخل المعسكر التي يعتقد أنها مدسوسة من قبل العصابات الإجرامية لتشويه صورة اللاجئين والتأثير على سير التحقيقات المذكورة. وبدورنا في إذاعة المنتدى نناشد كل الجهات الإنسانية والحقوقية الأممية منها والإقليمية على توفير كل الوسائل لحماية اللاجئين الإريتريين وصيانة حقوقهم التي تكفلها كل المواثيق الدولية الإنسانية منها والحقوقية. يذكر أن الأحداث المؤسفة التي اندلعت في المعسكر يوم الأربعاء الماضي بدأت عقب توارد أنباء تفيد بغرق أكثر من 13 من أصل 20 إريتريا كانوا على متن قارب بنهر عطبرة القريب من المعسكر نتيجة لمهاجمة عصابات الرشايد القارب في محاولة لخطف اللاجئين، مما أدى إلى انتفاض سكان المعسكر للدفاع عن إخوانهم وأنفسهم من هذه العصابات الإجرامية. هذا ويبلغ تعداد قاطني معسكر الشقراب حوالي 120,000 يتوزعون في 3 معسكرات بالمنطقة. وتظهر آخر الإحصائيات الأممية باستقباله حوالي 1000 لاجئ إريتري شهريا في السنوات الأخيرة الماضية. أفادت مصادر إذاعة المنتدى من أسمرة بأن جثمان شاب يدعى بلال بوصيري والبالغ من العمر 17 عام من حي مادشتو قد شيع يوم الجمعة 19 من ديسمبر بعد إصابته برصاصة قاتلة داخل سجن مايجهوت بأسمرة. وتأتي الحادثة التي قتل خلالها عدد من الشبان لم يتسنى لمصادرنا التعرف على أسمائهم بعد أن حاول ما يقارب 50 من القُصّر الذين تم وضعهم في زنزانة بسجن حي ماجهوت الفرار من المعتقل الذي كانوا محتجزين داخله بتهمة محاولة التهرب من الخدمة الوطنية. ويذكر أن 18 إريتريا كانوا يحاولون الفرار إلى إثيوبيا في نهاية شهر أغسطس الماضي، قتل 10 منهم برصاص حرس الحدود الإريتري ونجا 3 منهم ليبقى مصير ال5 مجهولا. هذا وتشير تقارير المنظمات الدولية بأن سياسة إطلاق النار الحي بقصد القتل ظل النظام الحاكم في إريتريا يمارسها لمنع أولئك الذين يحاولون الفرار من البلاد، وأن مئات من الشبان الإريتريين قتلوا على يد حرس الحدود الإريتري في العامين الماضيين وحدهما. وعلى صعيد آخر قامت سلطات أمن النظام الحاكم في مساء 27 من ديسمبر بحملة دهم باقتة في ضواحي أحياء أخريا وقدائف بالعاصمة أسمرة بهدف عسكرة المجتمع بكل فئاته. هذا وتفيد مصادرنا بأن المداهمات جرت هذه المرة بأساليب أكثر تمويها وتماثلا مع البيئة، حيث استخدمت السلطات السيارات التي تحمل الأرقام المدنية، وارتدى الأفراد المنفذون للعملية ملابس مدنية، حيث تمكنوا من تجميع أعداد كبيرة من المواطنين واحتجازهم بمعسكر جيش تابع للأسلحة الثقيلة ويقع على أطراف قرية سرجقة بضواحي العاصمة أسمرة. عودة إليكم لختام هذه الساعة والتي شارفت على الانتهاء، ونحن مقبلين على عام جديد. نتمنى كبقية الشعوب أن يكون عام في بداية الأمر عام زوال هذا النظام الذي جسم على صدر شعبنا لسنين ولم يحقق شيء غير اللجوء والتشرد والسجون والاعتقالات والتعذيب. عام نتمنى فيه من إذاعة صوت المنتدى أن نرى شعبنا وشعوب المنطقة تنعم بالحريات والاستقرار والديمقراطية والنماء والازدهار. أمل. بالتأكيد صلاح، يعني نحن نتمنى أن يكون عام 2015 عام تغيير، عام تجتمع فيه الجهود وتتوحد من أجل الإسراع في التغيير، من أجل يعني تخفيف الضيق والخناق عن شعبنا العظيم، وأن يسترد هذا الشعب عافيته وكرامته وإنسانيته بزوال هذا النظام الظالم إن شاء الله صلاح. نعم. وأيضا نجدد العهد يعني أننا سنكون مع شعبنا وبجانبه دائما عبر هذه الإذاعة وعبر منابر أخرى كثيرة. فتحية لشعبنا في كل مكان، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، وهو عام بامتياز، عام تغيير النظام، لأن شعبنا هو قادر على أن يفعل ذلك دون تدخل من أي طرف. ونتمنى للجميع عاما سعيدا بإذن الله. إلى اللقاء في العام القادم.
شاء الله.